مرحبا متابعينا الكرام، أترككم مع أبرز العناوين. فليك يوضح للأبورتا لا يريدهم في برشلونة. النصر يتحرك نحو نجم برشلونة. برشلونة يبدأ تحركاته لتجديد عقد فليك. هويسين يكشف عن اهتمام برشلونة. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كورازون. يواصل الإسباني داني أولمو لاعب برشلونة عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في العضلة المقربة، وسيشارك أولمو في جزء من تدريبات البارسا الجماعية كخطوة جديدة في رحلة تعافيه قبل العودة بشكل كامل للمران. البارسا يأمل في تعافي أولمو قبل مواجهة دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل المدرب الألماني هانز فليك في استعادة كافة لاعبيه لتعزيز صفوفه في هذه المرحلة الحاسمة. كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعاً مهماً مع وكيل المدرب هانز فليك بينيز هافي على هامش مباراة الفريق ضد دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وشهد الاجتماع الذي حضره الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو مناقشة عدة ملفات، أبرزها مستقبل المدرب الألماني. عبر الطرفان عن رغبتهما في تجديد عقد فليك الذي ينتهي في يونيو 2026 مع توجه نحو تمديده لموسم إضافي حتى 2027 دون التزامات طويلة المدى، مع إمكانية التمديد لعام ثان بشروط محددة. برشلونة مقتنع تماما بعمل فليك ويأمل في حسم ملف التجديد قبل نهاية الموسم، حيث يرى أنه المدرب المثالي للفريق. رغم أن الاجتماع لم يكن تفاوضا رسميا بعد، إلا أنه شكل خطوة أولى نحو اتفاق وشيك وسط تفاهم تام بين الطرفين. سئل دين هويسين عن احتمالية خوضه تحدي جديد بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها ريال مدريد. هويسين رد بالتالي: سمعت عن اهتمام الريال وبرشلونة أيضا، لكني لم أتخذ قراري بعد بشأن المستقبل. تركيزي الحالي منصب على مشاركتي مع بورنموث، وهو ما أفكر فيه. هذا ويبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الإسباني 58 مليون يورو، بينما يمتد مع بورنموث حتى 2030. اقترب نادي النصر السعودي خطوة جادة من التعاقد مع أحد نجوم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن وفداً من نادي النصر تواجد في ملعب لويس كومبانيس خلال مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لمتابعة أنسو فاتي لاعب البارسا. وأضافت الصحيفة: رغم اهتمام عدد من الأندية بضم فاتي، لكن يبقى النادي السعودي أحد الخيارات المطروحة لوجهته المقبلة. وشارك فاتي بديلاً لدقائق قليلة مكان زميله لامين يامال في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وخرج أنسو فاتي من حسابات هانز فليك مدرب برشلونة بسبب تواضع حالته البدنية نتيجة كثرة الإصابات، ولم يستفد أنسو فاتي كثيرا من فترة إعارته إلى برايتون الإنجليزي في الموسم الماضي، وعاد مجددا إلى برشلونة في صيف 2024. حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على بوروسيا دورتموند، مما جعله قريبا جدا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا الأداء المميز أظهر تفوق برشلونة طوال المباراة، حيث لم يواجه الحارس تشيزني أي تهديدات حقيقية، بينما تألق خط الهجوم بشكل لافت. لامين يامال البالغ من العمر 17 عاما واصل تألقه وأثبت أنه من بين أفضل اللاعبين في العالم في سنه، كما أظهر ليفاندوفسكي خبرته بتسجيله هدفين، واستمر رافينيا في تقديم أداء مميز بإحرازه هدفا وتقديمه تمريرتين حاسمتين. بالإضافة إلى النجاح الرياضي، استغل المدرب هانسي فليك والرئيس خوان لابورتا هذه المباراة لاتخاذ قرارات مهمة بشأن التعاقدات المستقبلية. وكان كريم أديمي موجودا في مدار برشلونة، لكنه لم يكن في أفضل حالاته. فليك يعرفه جيدا ويعلم أنه سيكون إضافة رائعة لمقاعد البدلاء في برشلونة، لكن انتقاله المحتمل إلى برشلونة تم إلغاؤه بعد أدائه السيء، فقد لعب بشكل سيء للغاية لدرجة أنه تم استبداله في الشوط الثاني. من ناحية أخرى،
ينظر مجلس إدارة نادي برشلونة أيضا إلى جيمي باينو جيتنز. يبدو أن لابورتا أصبح ضعيفا في مواجهة الجناح الإنجليزي الذي تصل قيمته بالفعل إلى 50 مليونا وهو في 20 من عمره فقط. سرعته وسهولته تتناسبان مع خطة فليك إلى جانب أديمي يعتبران الأسرع في دوري أبطال أوروبا. وبعد مباراة برشلونة ودورتموند أصبح فليك مقتنعا بأن جيمي بينوي جيتنز وكريم أديمي ليس من يحتاج إليهما، وهذا ما نقله إلى لابورتا الذي يبحث بالفعل عن خيارات أخرى. أكد النجم البرازيلي رافينيا أن هدفه الأسمى مع برشلونة هو الفوز بجميع البطولات الممكنة، مشدداً على أن الألقاب الجماعية تأتي على رأس أولوياته، وأن الجوائز الفردية هي نتيجة طبيعية لتحقيق ذلك. وصرح رافينيا قائلاً: أريد أن أفوز بكل شيء ممكن مع البارسا، هذا هو الأهم بالنسبة لي. هدفي هو الفوز بالألقاب، ومعها ستأتي الجوائز الفردية. وأضاف: الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالبطولات مع هذا القميص، لأنه حلمي منذ أن كنت صغيراً. هذا وقد نجح نجم البلوغرانا في وضع بصمة قوية بفوز الفريق برباعية نظيفة على بوروسيا دورتموند بذهاب ربع نهائي الأبطال. كشف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي عن تقدم المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد تعاقده مع النادي، مؤكداً أن جميع النجوم تتوافق نحو إتمام الصفقة في 60 أو 90 يوماً المقبلة. وأشار ماس إلى رغبة النادي في استمرار ميسي حتى افتتاح الملعب الجديد في 2026، متوقعاً رؤية قائد الفريق ورقم 10 على أرضية الملعب الجديد. وقدم ميسي 37 عاماً أداءً استثنائياً مع إنتر ميامي منذ انضمامه في 2023، حيث سجل 40 هدفاً في 47 مباراة، وقاد الفريق للفوز بكأس الدوري ودرع المشجعين. وأكد ماس أن العلاقة مع النجم الأرجنتيني تتسم بالاحترام المتبادل، مشيراً إلى رغبته في أن يصبح ميسي عضواً في النادي بعد اعتزاله، خاصة مع تواجد مقر المنتخب الأرجنتيني في ميامي استعداداً لمونديال 2026. كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة عن أمنيته مع الفريق الكتاوني بعد وصوله ل 93 هدف بهدفيه ضد دورتموند في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. قال ليفاندوفسكي: الوقت مر بسرعة، أنا سعيد جدا بما حققته حتى الآن، أعرف أن لدي المزيد لأقدمه، لكنني بدأت أقدر هذا الإنجاز أكثر مع مرور الوقت. مع التقدم في العمل بدأت في ملاحظة التفاصيل الصغيرة التي لها قيمة حقيقية. أضاف: سعيد بوجودي في هذا النادي